سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزال شانيل. اذا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. طاليس يلجأ للقضاء، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. خرج الكوميدي المغربي عبد العالي المهر الشهير بطاليس بتدوينة مثيرة عبر صفحته الشخصية بموقع الإنستغرام للرد على الإشاعات التي لحقته خلال الساعات الماضية من طرف شابة. وهدد طاليس في تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري بموقع الإنستغرام باللجوء للقضاء بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه شابة تدعي قدوم طاليس لمركز تدليك لأغراض غير أخلاقية. وكتب طاليس: والله ما عمرني شفت هاد السيدة ولا تلاقيتها، وما عمرني في حياتي مشيت لشي حمام للتدليك ولا سبا ميكست، وهاد السيدة بيني وبينها القضاء. الحمد لله كاين القانون في البلاد، واللي فايت تحمم تماك غيهبط يسخن، حيت ماشي اللي ناضي يكذب على عباد الله باش يدير البوز. فكما سمعت اخوتي، فطاليس خرج بستوري عبر حسابه في الانستغرام اللي كيرد فيها على البنت اللي خرجات وتهمات اتهامات مباشرة واتهامات خطيرة بانه كان كيمشي لحمام خاص بالتدليك لاسباب غير اخلاقية. فهو قال بانه غيلجأ للقضاء وغيدعيها، وبانه ماشي اي واحد يقدر ينوض يكذب على عباد الله باش يدير البوز. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة. ما تنسوش لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.